يعني احيانا كده تبقى قاعد هادي ورايق ومش في بالك، فتسمع كلام يستفزك ويخليك ترد بردود انا واثق ان هي صعبة، واثق ان هي بتخلي اللي قال الكلام يحب انه ما كانش يقوله. يعني نادي الزمالك فاز على النادي الاهلي في الناشئين تحت 20 وتحت 17 سنة، حلو، روح رياضية مفيش مشكلة، ألف مبروك، عادي يعني، الموضوع مش قصة. أنا والله ما كنتش أعرف يعني إن الماتشين بيتلعبوا، بس تمام. فيخرج ميدو يقول لك في أسبوع واحد كسبنا النادي الأهلي تحت 20 وتحت 17 سنة، عشان تعرفوا إن نادي الزمالك هيفضل البعبع بتاعكم مهما صرفتوا مليارات. ده بجد؟ يعني أنا مشكلتي إنك تكون مصدق إن ده بجد. لو مصدقه ده اصعب من ان انت قلته. عارف، لو قلته ومش مصدقه تمام، انما لو قلته ومصدقه ولو قلته وجمهورك مصدقه فصدقني ده اصعب بكتير. بعبع يا ميدو، بعبع عيب للنادي الاهلي يا ميدو. ميدو البعبع ده اخر 23 سنه في افريقيا ما حققش دوري الابطال. 23 سنه يا ميدو، داخلين على ربع قرن ما حققش دوري الابطال، في الوقت اللي في نفس الفتره النادي الاهلي محقق دوري الابطال 9 مرات في نفس الفتره. بس يا ميدو، بعبع يا ميدو اللي في تاريخ مواجهاته مع النادي الاهلي في كل البطولات الافريقيه ما كسبش النادي الاهلي غير مرتين، السوبر الاخير ده وقبلها من 30 سنه. 30 سنه البعبع ده ما كانش قادر يكسب النادي الاهلي في افريقيا من 94. في الوقت اللي البعبع ده لما جال النادي الاهلي، البعبع اللي بجد، في 2005 وخسر 2-1 في نص النهائي، صرف مكافأة للعيبة يا ميدو انه خسر 2-1 من البعبع اللي بجد بس. وفي المباراة التانية خسر 2-0 يا ميدو، والمكافآت راحت على الفاضي والاهلي خد البطولة. في 2008 يا ميدو البعبع اللي بتقول عليه لما جمع النادي الاهلي في دور المجموعات، طلعت اخر مجموعتك يا ميدو والنادي الاهلي كسبك ماتش وتعادل ماتش وخد البطولة. في 2012 يا ميدو لما جيت مع النادي الاهلي في دور المجموعات، النادي الاهلي كسبك ماتش وتعادل ماتش وبرضه الاهلي خد البطولة. في 2013 يا ميدو النادي الاهلي لما جيت معاه في دور المجموعات، النادي الاهلي كسبك ماتش وتعادل ماتش وخد البطولة. وكل مرة انت يا رابع يا تالت مجموعتك يا ميدو. ده البعبع اللي بتتكلم عليه. البعبع بقى يا ميدو لما جه قال لك بنلعب ماتش على التاريخ كله ونهائي دوري الابطال، قضية قفشه ردت يا ميدو وخلتك لحد دلوقتي ما حققتش دوري ابطال افريقيا. ده البعبع يا ميدو اللي بجد اللي اسمه النادي الاهلي. بعبع ايه يا ميدو اللي بتتكلم عليه؟ البعبع ده يا ميدو في القرن الحالي لما جاي لاعب النادي الاهلي في 2002 خسر 6-1، و2004 خسر 4-2، و2007 خسر 4-3، و2013 خسر 4-2، و2021 خسر 5-3، و2023 خسر 4-1. دي نتائج البعبع يا ميدو مع النادي الاهلي. يا ميدو البعبع ده في مواجهه النادي الاهلي اخر 18 موسم في الدوري، البعبع حقق الدوري 3 مرات، في الوقت اللي النادي الاهلي يا ميدو محقق الدوري 15 مره من اخر 18 موسم. 15-3 يا ميدو اخر 18 موسم. ده البعبع يا ميدو في مواجهه الاهلي. البعبع ده يا ميدو اللي كهربا كان نجمك وسابك عشان خاطر يلعب في النادي الاهلي ويكون موجود في النادي الاهلي. امام اللي كان مستقبلك سابك عشان يكون لاعب في النادي الاهلي. بن شرقي اللي كان بين قلب البعبع ساب البعبع ورجع على النادي الاهلي عشان قال ان في النادي الاهلي البعبع اللي بجد هيقدر يحقق اللي مستحيل يحققه في مكان تاني يا ميدو. ولسه في لودنج يا ميدو، مش اخر ناس دي، لسه في ناس نفسها تلعب مع البعبع اللي بجد النادي الاهلي. يا ميدو لو بصرف المليارات، انت عندك عضو مجلس اداره قال انك صرفتوا اكتر من 900 مليون يا ميدو في الفتره، يعني داخل على مليار في الفتره اللي المجلس ده تواجد فيها، ولكن غرامات ومديونيات. ده مش ذنبنا يا ميدو، ده سوء اداره من البعبع، سوء اداره من عندك وفقا لكلامك. لما انت شايف نفسك بعبع واحنا بنصرف مليارات، لا انت صرفت برضه مليارات، ولكن سوء الاداره بتاعتك انا مش مسؤول عنها يا ميدو. ده البعبع اللي بجد يا ميدو اللي اسمه النادي الاهلي، ودي ارقام البعبع اللي بجد. ولو انت يا ميدو بكل الارقام دي شايف انك بعبع للنادي الاهلي اللي شارك في كاس العالم للانديه 9 مرات وحقق البرونزيه 4 مرات وخد بطوله افريقيا اسيا المحيط، وانت في تاريخك يا ميدو ما لعبتش دقيقه في كاس العالم للانديه، ومع ذلك انت بعبع للنادي الاهلي، فصدقني اللي انت بتقوله ده بيقلل منك انت مش من النادي الاهلي. لان ده
لو نتائج وارقام البعبع مقارنه بالنادي الاهلي فده اقرار منك ان النادي الاهلي بعيد قوي يا ميدو، والقصه صعبه قوي وفرق مسافات ضوئيه. اعتقد يا ميدو، اتمنى تكون فهمت ان في فرق بين البعبع اللي بجد والبعبع اللي في خيالك انت بس.